السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحلى أخوات، عاملين إيه؟ يا رب إن شاء الله تكونوا بخير وتكونوا في أحسن حال دايما يا رب. كل سنة وأنتم طيبين، ويا رب يجعله عيد سعيد عليكم يا رب، اللهم آمين. النهاردة معايا عجينة عملت منها الصابليه وعملت منها أحلى كوكيز. العجينة سهلة وبسيطة وما فيهاش أي تعقيدات، والتزيين بتاع الصابليه جميل جدا. سهل، حاجة سهلة كده وبسيطة يعني. برضو ما فيهاش أي مشاكل. لو أول مرة تعملي الصابليه، التزيين بتاعه يكون سهل بالنسبة لك جدا. ما فيش أي صعوبة، وبصراحة طعمه حلو قوي. هنا المقادير بتاعتي بسيطة جدا. احنا هنصلي على النبي الأول صلى الله عليه وسلم، ونبدأ كده نشوف عملنا ايه. معايا هنا 600 جرام دقيق، 600 دقيق، 400 زبدة. الزبدة تكون لينة، ما تكونش خارجة من التلاجة وجامدة قوي، تكون لينة شوية، تكون طرية، بتضغطي عليها بإيدك كده تحس ان هي طرية شوية كده تحت ايديكي. يبقى 600 دقيق، 400 زبدة، 200 سكر. حطيت هنا الاول السكر البودر، حطيت 200 جرام. السكر بكون نخلاه الاول علشان لو في اي شوائب، لو في سكر خشن شويه ما نعمش يعني. مش في مرات بجيب سكر بيكون فيه سكر كده خشن، ما يبقاش ناعم كله، فعشان كده بنخله. لو اي سكر كده خشن، اي شوائب بتطلع معايا. هنا بقلبه الاول كده معايا بمعلقه او باي حاجه كده، بقلبه الاول. ادخل السكر في قلب الزبده، وبعد كده احطه في العجان بقى واضربه. عندك مضرب ماشي، العجان ماشي براحتك خالص. لو هتشتغلي بالعجان زي كده، يا ريت تضربي بمضرب السلك بتاع العجان، افضل من الكف. هتشوفوا دلوقتي الكف هنا بيخلي الزبده تروح على الحله بتاعه العجان كلها. انا هنا بضرب وبوقف، لان زي ما قلت لكم طبعا الفيديو ده كان بتاع السنه اللي فاتت مش بتاع السنه دي. فانا كنت قايل لكم ساعتها ان العجان بتاعي كان بايظ. فهو كان شغال على سرعه واحده، على اعلى سرعه. فعلشان ما يتحرقش الموتور معايا، فكنت بشغل وافصل على طول. لو هتشتغلي في العجان معاكي كويس، هتشتغل الاول على سرعه واحد، وبعد كده تعلي بقى براحتك. بفضل اضرب لحد لون الزبده ما يفتح معايا. زي ما قلت لكم هنا الكف مخلي الزبده رايحه على حرف الحله بتاعه العجان كده، على الحرف كلها. فكل شويه بحاول ان انا اسلكها علشان كله يتضرب. ما انا لو ما سلكتش الزبده اللي على الحرف مش هتضرب معايا، هي خلاص لازقه كده في الحله. وطبعا الزبده لانها كانت ساقعه بس لقينا زي ما قلت لكم، فكانت كل ما بضرب كل ما بتمسك في الحله، بتتقلب فبتمسك كده في الحله. بس بسلكها واشتغل بقى كده لحد ما لون الزبده يفتح معايا. معايا بقى هنا 2 صفار بيض و2 كيس فانيليا. حطيت الفانيليا كده على صفار البيض. كل بيضه وكل واحده من صفار البيض بحط عليها كيس فانيليا، يبقى انا كده حطيت كيسين فانيليا. هنزل بيهم بقى، المفروض انزل واحده يعني واحده واحده، فهما الاتنين نزلوا مع بعض عادي يعني خالص. لان كميه البيض مش كتيره، لو معاكي كميه كتيره حاولي تنزلي واحده واحده علشان الزبده ما تفصلش معاكي. بس هنا بقى بضربهم برضو لحد البيض ما يختفي معايا خالص. انا فضلت اضرب لحد الزبده ما فتحت، وبعد كده لما حطيت بقى صفار البيض ضربته كده لحد ما اختفى معايا. وهنا هنزل بقى بالدقيق. الدقيق بنزل بيه شويه شويه كده واقلبه، انا بحاول اقلبه علشان برضو لما اشغل العجان ما ينطرش الدقيق كده على وشي. وكده انا هشتغل بايدي اصلا، ما اشتغلتش كمان ساعتها بالعجان. حابه تشتغلي بالعجان برضو ضربه خفيفه كده مش كتير، عشان برضو ما تربلوش عادي. طبعا الدقيق اللي انا بشتغل بيه بيكون دقيق كحك وبسكوت، ما يكونش دقيق مخبوزات، عشان ما يكونش ليه عيب. العجينه لسه طريه معايا، لسه محتاجه معايا دقيق. قسمتها بقى نصين وهي لسه محتاجه دقيق. حطيت على نصها كده حوالي معلقتين دقيق، والنص التاني حطيت عليه معلقتين كاكاو. معلقتين كاكاو كانوا هيبقوا قليلين، نزلت عليهم بشويه دقيق كمان. وكده بقى يعني مش بعجن، يعني بحاول اقلب كده بايدي، ما تعجنيش جامد، بالراحه كده. انا احاول بس ادخل الكاكاو كده في قلب العجينه بتاعتي. وبعد كده انت هتختبر العجينه بالايد النظيفه، مش الايد اللي انت اشتغلتي بيها. لو بالايد اللي انت اشتغلتي بيها، ايدك اصلا هيكون فيها اصلا عجين، فعشان كده هتلزق معاكي. العجينه بتكون طريه، ما تكونش ناشفه قوي او يابسه قوي. دول شويه الدقيق اللي اتبقوا معايا. مش هينفع اشتغل بالعجينه وهي لسه طريه كده، هتقطع معايا او هتبقى طريه مش هعرف اشتغل بيها. حطيتها في التلاجة كده شويه بس، يعني الزبده مسكت فيها. وبعد كده طلعتها بقى واشتغلت بيها. افردي الاول يا اما ورقه زبده يا اما مفرش كده تحت في الاول، زي ما انا حاطه كده المفرش السيليكون، وعليها كيس. وبعد كده فردت العجينه. سمك البسكوته بقى زي ما انتم عارفينها ما بتبقاش تخينه قوي، بتكون يعني رقيقه كده شويه، ومش رقيقه قوي برضو عشان ما تتكسرش معاكي. هنا معايا الاشكال بتاعتي اللي انا بشتغل بيها. طبعا لو هعمل 10 بسكوتات بخلي 5 شكل مقفول، والخمسه التانية بفتحهم كده من فوق. زي ما انتم ما شايفين انا عملت مثلا بالقلوب. هنا بشتغل بالقلوب اهوت، مثلا كده شويه بالقلوب، وبعد كده بالدايره، وبعد كده القلب بقطعه كده من النص علشان بعد كده لما اجي ازين
الشكل اللي هيبقى في النص اللي مفتوح في النص ده هو اللي هيديني شكل حلو، فيه هلال بقى وفيه قلب وفيه نجوم، كل ده هيديكي اشكال دلوقتي واحنا بنشكلها مع بعض هنشوفها. الافضل بعد ما قطعتها كده عشان تعرفي تنقليها تكون سهله، يا ريت تشدي المفرش على صينيه وتحطيها في التلاجة كده حوالي ربع ساعه ولا حاجه تمسك نفسها عشان تقدري تنقليهم في صينيه تانية. انا عشان مستعجله نقلتهم على طول في الصينيه. الصينيه بديها مسحه زيت على خفيف، مش بكتر، مسحه على خفيف بس عشان البسكوت ما يلزقش معايا في الصينيه، لان الصينيه دي بستخدمها لكذا حاجه فالبسكوت كان هيلزق معايا. هنا بشغل النار على الهادي خالص، الشعلة الهادية خالص من على الجنب، والشعلة اللي تحت اللي في الفرن من تحت بشغلها برضو هادي، يعني درجة الحرارة من 160 ل 170. بفضل كل شوية الف الصاج معايا لحد ما بتاخد اللون الاحمر كده من تحت، تحمر كده من تحت وتستوي، والبسكوت برضو يدي لون كده حلو كده من فوق. بعد كده بكون مسيحة الشوكولاتة بتاعتي، يعني بسيحها كده وبحط لها كده حوالي معلقتين زيت على حسب بقى ما هتاخد معايا او حسب كمية الشوكولاتة، واقلبها. وهنا باخد البسكوتة نصها بس احطها في الشوكولاتة، وهنا بسيبها تنشف. لو حبيت احط لها مكسرات حط المكسرات وهي لسه البسكوتة معاكي، الشوكولاتة اللي على البسكوتة لسه طرية، وتحطي عليها مكسرات عشان تمسك. هنا بقى الجزء اللي هو مفتوح، لو انا هعمل بالشوكولاتة البني بحط يعني بحشيها بالشوكولاتة البيضاء، عشان الجزء المفتوح اذا كان قلب او هلال او نجمة يبقى هو يعني يكسر اللون بتاع الشوكولاتة بتاعتي. لو شوكولاتة بني بحط لها شوكولاتة بيضاء، لو شوكولاتة بيضاء بحط في النص شوكولاتة بني، بنفس الشكل زي ما انتم شايفين. القلوب اللي طلعت دي انا ما رميتهاش ولا الهلال، برضو هشتغل بيهم دلوقتي وهنشوفها مع بعض. وهنا الدايرة دي برضو يعني انت ممكن تقفليها زي كده، بعد ما تقفليها تحطيها في قلب الشوكولاتة، بعد ما تقفليها زي كده تروح حطها بقى في قلب الشوكولاتة، فبراحتك خالص، التزيين سهل وبسيط جدا. هنا انا كنت عاملة شوية بالنوتيلا. تاخدي بالك لو انت شغالة بايدك او بالجوانتي زي ما انت شغالة براحتك خالص، ايدك كل شوية يكون جنبك فوطة مطبخ او مناديل مطبخ، تمسحي ايدك على طول علشان شكل البسكوت بتاعك اللون بتاعه ما يبصي، هتبقى ايدك في الشوكولاتة وبعد كده تيجي تمسكي البسكوتة هتبوظيها. هنا حطيتها في الشوكولاتة وهي لسه الشوكولاتة سايحة ما جمدتش، حطيت عليها اللي هي كانت قلب. القلب دي كنت حطاها في الشوكولاتة البيضة، بس كانت خليتها لما نشفت يعني ما تكونش طرية وانقلها علشان شكلها ما يبص معايا. هنا كنت حاطة بقى البسكوت هنا بالشوكولاتة البيضة، وحبيت اديها يعني شكل في الهلال. حطيتها خدت شوية كده من الشوكولاتة البني حطيتهم كده في قلب الهلال، مش هحركها بقى يعني، بس كده بحاول بس يعني اوزع الشوكولاتة بس مش هشيل الهلال عشان لو شيلته دلوقتي الشوكولاتة هتسيح على الشوكولاتة البيضة، فسيبته لحد ما تنشف معايا خالص. الاشكال سهلة وبسيطة جدا زي ما انتم شايفين، هي مش محتاجة شرح والله، هي ما شاء الله جميلة جدا. هنا بقى ممكن اديها خطوط كده بالشوكولاتة، انا اديتها كده بالمعلقة، ممكن تحطي في اكياس هيكون طبعا افضل، هيديكي شكل اجمل. الاشكال سهلة وبسيطة جدا وجميلة ما شاء الله، مدي شكل جميل جدا، طعمها حلو قوي. الالوان بقى الشوكولاته براحتك، ممكن اللون الابيض ممكن تضيفي عليه اي لون تاني براحتك خالص بقى زي ما انت محبه. بس هي دي الاشكال بتاعتنا، واشكال سهله وبسيطه جدا ما فيهاش اي تعقيدات ولا اي حاجه خالص. وده شكل الكوكيز، حطيت له طبعا شوكليت شيبس وبرده سويته نفس التسويه بتاعته. وده شكل الصابلي بتاعنا، ويا رب ان شاء الله يكون الفيديو سهل وبسيط عليكم، وبالف هنا وشفا، وكل سنه وانتم طيبين، مع الف سلامه.